اخويا وحبيبي محمدي رضا، مساء الفل، مساء الجمال، مساء السعاده عليك يا غالي. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني، غايب عني بقالك يومين يا غالي. عامل ايه؟ اعمل لايك وصلي على حضره النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. احنا قدامنا 5 دقايق وهنخلص يا جماعه، معلش 5 دقايق بس وهنخلص وننهي اللايف. علي معلول ان شاء الله رب العالمين خلال اسبوع هيكون في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. علي معلول طبعا اللي انا قلت لحضراتكم ان بنسبه كبيره جدا هيرحل عن النادي الاهلي في يناير، يا اما بقى هيروح قطر يكون في عرض قطري ليه، يا اما ممكن بقى النادي الاهلي يخلص موضوع الجنسيه المصريه. اختي الغاليه المحترمه تركان المغربيه الجميله، عامله ايه؟ يا رب تكون بخير وبصحه وسعاده انت ومحمودي وادهم الجسور وفيصل وعم محمد شعبان واخويا وحبيبي محمد شبانه وكل الناس الجميله اللي موجوده معانا في اللايف. الحضور شويه مش عارف الناس قليله ليه في اللايف ده النهارده، لكن الحمد لله رب العالمين مفيش اي مشكله. احنا برضو قلنا لازم نطلع ونظهر مع حضراتكم النهارده. هلو يا نورهان. علي معلول ان شاء الله رب العالمين خلال اسبوع هيرجع النادي الاهلي. لسه النادي الاهلي مش قادر يخرج من مأزق علي معلول، مش قادر يخرج من مأزق علي معلول. طيب كابتن محمد رمضان كان قاعد مع محمود عبد المنعم كهربا النهارده، وشفنا بقى كده حسب الكلام اللي جالي من تدريب النادي الاهلي ان الكابتن محمد رمضان انفرد بكهرباء على دكه بدلاء النهارده اثناء قبل التدريبات، واتكلم معاه وقال له يا كهرباء لازم تراجع نفسك، لازم ترجع كهرباء بتاع زمان، وانت شايف مستواك عامل ازاي في ظل غياب وسام ابو علي. لازم تاكد جدارتك باللعب للنادي الاهلي، ولازم تراجع نفسك في حاجه غلط عند كهربا، تحس ان كهربا تايه. ده كان كلام الكابتن الخلوق محمد رمضان مع محمود عبد المنعم كهربا. طيب في كلام جالي من النادي الاهلي ان يوسف ايمن حافظ طلب قطع اعارته. يوسف ايمن حافظ طلب قطع اعارته وعودته لنادي الدحيل القطري في يناير القادم. وانا كنت اتكلمت في قصه يوسف ايمن حافظ النهارده وقلت ان مين المسؤول اللي جابه النادي الاهلي؟ طيب ليه ما بيلعبش؟ طب لو ده مستواه ازاي النادي الاهلي، يعني لو ده مستوى يوسف ايمن حافظ اللي شفناه عليه، ازاي النادي الاهلي يجيب لاعب بالمستوى ده؟ وانا ما اعتقدش ان ده مستوى يوسف ايمن حافظ. يعني لاعب بيلعب في الدحيل القطري وفي منتخب قطر، مستحيل ده يكون مستواه. طيب هم فرضوه على مستر كولر، ما اعتقدش. يعني النادي الاهلي ما بيفرضش لاعب على الجهاز الفني للنادي الاهلي. ففي كلام جالي ان يوسف ايمن حافظ بيطلب قطع اعارته من النادي الاهلي والعوده لقطر مره ثانيه. انا نفسي يوسف ايمن حافظ ياخد فرصه ثانيه مع النادي الاهلي. نفسي رضا سليم يلعب ويشترك وياخد فرصه مع النادي الاهلي. نفسي عمر الساعي يلعب ويشترك وياخد فرصه مع النادي الاهلي. مدحت بيقول اسبوع صعب على الاهلي والزمالك والنصر، الهلال، السيتي، البرشاوي والترجي وصن داونز. ربي يقدر الخير في الشعب الشامبيونز ليج الافريقي والاوروبي يا رب. يا رب يا عم مدحت يا جميل. فيوسف ايمن حافظ كده ما بيشتركش اساسي، اوقات بيبقى خارج قائمه المباراه. نتمنى ان يوسف ايمن حافظ ياخد فرصه. مش عارف، انا مستصعب ان ده يكون مستوى لاعب والنادي الاهلي اختاره. يعني صعب جدا. انا مش عارف مبررات الناس ايه، مش عارف جابوه ليه النادي الاهلي. بصراحه حاجه غريبه جدا وموقف صعب جدا ليوسف ايمن حافظ. طيب اخر حاجه معانا في اللايف يا جماعه، عم خليل البطار بيقول انا نفسي بديله فرصه. وانا كمان والله يا عم خليل، يعني انا نفسي يوسف ايمن حافظ ياخد فرصه كمان. انا كمشجع عايز اشوف، عايز اعرف مستواه ايه. اخويا وحبيبي توفي الغالي عامل ايه؟ يا احلى واجمل توفي في الدنيا كلها، اخويا وحبيبي الغالي المحترم الجميل توفي، يا رب تكون بخير. اختي الجميله هبه عرفان، مساء الخير يا هبه عليك وعلى توفي وعلى عم خليل وكل الناس المحترمه اللي موجوده معانا في اللايف. بتقول يا استاذ حمدي هو محمد شريف هيروح الزمالك